ولهذا عباد الله فإن هذه الأمة لما كانت قائمة وواقفة على قدمها متمسكة بدينها محافظة على أوقاتها ساق الله سبحانه وتعالى إليها كل عز وسؤدد وصانها من كل هوان وخذلان، ووقعت فيما وقعت فيه الآن للأسف الشديد من ضياع في الأقوال والأعمال والأحوال في أمور الدنيا والدين وصلاح المعاش والمعاد، فذاقت وبال أمرها وتخلفت في دينها وفي دنياها، على حد القول القائل: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. وإنه من المؤسف حقا أن نرى اليوم والموسم موسم الراحة والإجازة والعطل قوافل من الشباب والشابات يركضون وراء اللهو واللعب وإضاعة الأعمار والأوقات، يرتدون النوادي والمقاهي ودور اللعب في الليل والنهار، ينفقون في سبيلها الأموال غير مكترثين بالعواقب. ومما يزيد الأمر خطورة أن نرى بعض التجار هداهم الله سبحانه وتعالى يفتحون في الأحياء مثل هذه الدور ليتجمع فيها الشباب طيلة النهار وجزءا من الليل، وقد جهلوا أنهم بفعلهم هذا وهم قصدهم في هذا جمع الأموال، وقد جهلوا أنهم بفعلهم هذا قد أعانوهم على المنكر والفساد وزادوا في غفلتهم وبطالتهم. فالحذر الحذر عباد الله من أن يكون الإنسان عونا للشيطان على إخوانه، بل ينبغي أن يعينوهم بما يرفع فيهم الهمة العالية لينقذوا أنفسهم من مغبات الغفلات وخسارة الدارين الدنيا والآخرة. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.